بيبدأ مسلسلنا النهارده بسونج أغنى رجل أعمال في الصين، وبيكون واقف يتكلم مع المساعد بتاعه، ومن كلامهم مع بعض بنعرف إنه لسه متجوز النهارده من واحدة لا يعرفها ولا تعرفه. وعند تشان البنت اللي اتجوزها بنشوفها وهي قاعدة تفكر هتعمل إيه في المصيبة اللي ورطت نفسها فيها، وبنعرف إن سونج كان المفروض يتجوز مينج أختها، ولكن مينج رفضت علشان فاكراه فقير، واتفقت مع أمها ودبسوا تشان في إنها تتجوزه هي. وفي البداية تشان كانت معترضة وكانت هتسيب لهم البيت وتمشي علشان ما يضغطوش عليها، لكن أول ما والدتها عرضت عليها مبلغ كبير وافقت على طول علشان كانت محتاجة فلوس تصرف منها على حيوانات الشارع اللي عملت لهم ملجأ. وفي الوقت الحالي بعد تفكير كتير بتقول لنفسها إن كده كده جوازها هي وسونج ما تسجلش لسه بشكل رسمي، فلو هربت مش هيقدر يرجعها خالص، وبتقوم مجمعة لبسها بسرعة وسرقة كام حاجة من بيته، وبتقرر تنفذ خطتها وتهرب. وهنا بسبب لخمة الفستان بتتشنكل وبتقع بمجرد ما بتخرج من باب الأوضة، وفي اللحظة دي بتتفاجئ بسونج وراها، فبتمثل إنها داخلة مش خارجة، ولكنه طبعا بيكون فاهمها كويس جدا، فبيقول لها إنه متفهم إنها مش مستعدة للجواز لسه لأن كل حاجة جت فجأة، بس ما تقلقش لأنه كده كده مسافر ومش ناوي يرجع غير بعد 3 سنين. وقبل ما يمشي بيديلها الفيزا بتاعته وبيقول لها تصرف منها زي ما هي عايزة، وبتعدي 3 سنين سريع سريع، وبنشوفه بعد ما رجع من السفر وبيكون عنده اجتماعات ومؤتمرات مهمة، ولكن بيأجل كل ده لبعدين، وبيقرر إنه يروح يطمن عليها الأول. وأول ما بيوصل البيت بتعدي هي من جنبه وهي واخدة شنطة اللبس، ولكن ولا واحد منهم بيتعرف على التاني، وهو بيكون عنده أمل أول ما يدخل البيت يلاقيها بتستقبله، ولكن ما بيلاقي لهاش أي أثر خالص، فبيتصل وبيعرفها برجوعه، وبتكون دي أول مكالمة بينهم من وقت ما اتجوزوا، فبتتصدم وبتقول لنفسها إيه اللي فكروا بيها دلوقتي، وبتعرفه إنها نقلت. وأول ما بيفتح معاها موضوع إنه عايز ياخدها ويروحوا يسجلوا جوازهم بتمثل إن مفيش شبكة في المكان وبتقفل في وشه. وتاني يوم بتروح لمينجو وبتحاول تقنعها تتجوزه هي، وبتقول لها إن شكله مش فقير زي ما هي فاكرة، وده لأنه قبل ما يسافر ادالها مبلغ كبير جدا، لكن الكلام ده ولا بيفرق لمينج، وبتفكرها بالفلوس اللي أخدتها منها هي وأمها علشان توافق تتجوزه، وبتقول لها تكمل المهمة للآخر. وفي الوقت ده هيون صديق تشان بيتصل يقول لها تلحقه، وبيطلب منها تجيله الكافيه اللي بيروحوه دايما، وبيكون متورط مع شخص أخوه كان تعبان وهو كتب له على أدوية ولكن حالته ساءت أكتر، وبيكون عايزها تيجي علشان تحاول تعالجه هي. وبالفعل أول ما بتوصل وبتعرف حالة المريض بتقدر في كام دقيقة بس تخليه يفوق ويرجع لطبيعته، لكن هو وأخوه بدل ما يشكروها بيقفوا يرخموا عليها هي وهيون. ومن حظهم إن سونج بيكون موجود وبيشوف اللي بيحصل ده، فبيهدد المريض وأخوه بإنه هيخلي الحرس بتوعه يضربوهم، وساعتها بيخافوا على نفسهم وبيمشوا. وهنا تشان بتشكر سونج وبتكون هتمشي، ولكن بيوقفها على آخر لحظة وبيعرض عليها تكون الدكتورة الشخصية بتاعته، وده كله هو ما يعرفش لسه إنها مراته ولا هي كمان تعرف. وفي البداية بتكون هترفض عرض الشغل، لكن أول ما بتعرف إنه هيديلها 200,000 كل شهر بتغير رأيها فورا، وبتقول له لو عايزنا نبدأ من النهاردة قشطة أنا ما عنديش مشكلة. وبعد ما بيمشي هو من المكان بيتصل بيها بصفته جوزها وبيطلب منها يتقابلوا، فبتوافق، وبتكون خطتها إنها تصارحه بحقيقة إنها اتجوزته مكان أختها علشان يوافق يطلقها. ولما بتقعد تستناه في المطعم اللي المفروض يتقابلوا فيه هيون بيجي وبيقول لها إن في مشكلة في ملجأ الحيوانات، فبتضطر إنها تمشي. ولما هو بيوصل بيفضل مستني كتير لحد ما أخيرا هي بتفتكر إن كان عندها ميعاد معاه، وبتتصل وبتعرفه إنها مش هتقدر تيجي، وبتقول له يا ريت يبقوا يتقابلوا مرة تانية، فبيقول لها عادي يعني مفيش مشكلة، ولكن في الحقيقة بيتقمص وبيفتكر إنها مش عايزة تقابله وبتتهرب منه. وفي أول يوم شغل ليها معاه بياخدها البيت صديق قديم للعيلة، وبيكون والده تعبان من فترة كبيرة ومش عارفين يعالجوه وبيطلب منها تعالجه. وفي البداية صديقه ده بيكون مستقل بيها وشايف إن علاجها هيكون محاولة فاشلة، وده لأنه جاب لوالده أكبر وأشهر الدكاترة ومحدش منهم قدر يعرف هو عنده إيه، ولكن في النهاية بتبهره بذكائها، وده لأن في خلال كام دقيقة بس بتنجح في إنها تخلي والده يفوق من الغيبوبة اللي كان فيها. وكشكر من ابنه لسونج علشان عرفهم عليها بيوافق إنه يستثمر في مشروع كبير تبع شركته. وهنا تشان أول ما بترجع الشركة مع سونج بتقعد تلمح له بإنه يديلها مكافأة وكده يعني رد جميل، فبيقول لها تنسى خالص، وبيعرفها إنها كده داخلة على طمع، وبيفتحها في حوار إيه الهدايا اللي البنات من سنها بيحبوها والحاجات اللي بتبسطهم، فبتقول له أي حد يقول لك الستات بتحب حاجة أكتر من المجوهرات يبقى كذاب. ولما بتعرف إنه بيفكر يشتري هدية لمراته بتقترح عليه بما إنه ساري وكده يشتري لها عقد ألماس، وبتعرفه إن العقد ده مفيش منه غير قطعة واحدة بس في العالم. وآخر اليوم بتتفاجئ هي بعامل توصيل بيوصل لها
نفس العقد على بيتها. وفي نفس الثانية بيجي لها اتصال من سونج بصفته جوزها وبيسألها على الهدية وبيقول لها إنها هدية منه كده. فبدل ما تشغل دماغها شوية وتعرف إن جوزها هو نفسه مديرها لأن العقد مفيش منه غير قطعة واحدة بس والمدير اشتراها، ولكن بتقول إنه أكيد عقد مزيف ومش بتديله أي اهتمام. ولما سونج بيشوفها لابساه تاني يوم بيحس إن في حاجة غلط، واللحظة بيكون هيشك في إنها ممكن تكون مراته، ولكن بتقطع عليه تفكيره وبتقول له إنه مزيف. وبيكون المساعد بتاعه واخد أجازة وهو عايزها تمسك الشغل مكانه، فبتقول له انسى دي مش مهمتي خالص. وأول ما بيقول لها إنها مش هتعمل حاجة ببلاش وكله بالحساب بتقول له إذا كان كده ماشي أنا موافقة. وتاني يوم بتروح تحضر معاه مقابلة شغل، وبيكون الأشخاص اللي بيقابلهم عايزينه يشرب معاهم، فبتفتكر هي إن مساعده كان قال لها إنه بيتعب من الشرب فبتضحي وبتشرب هي مكانه، وفي النهاية بتسكر وحالتها بتكون حالة. ولما سونج بيسألها على عنوان بيتها بتقول له يمشي هو، وهي هتتصل بجوزها يجي ياخدها، ولأنه مش عارف اللي فيها بيقرر يمشي فعلا بسبب خوفه إنه لو وصلها جوزها يغير ويحصل مشاكل بينهم. وأول ما بيخرج من الفندق اللي كانوا فيه بيقول يتصل بمراته يطمن عليها، ولما بترد بيلاحظ من صوتها إنها شاربة، فبيسألها على مكانها دلوقتي، وهنا هي بتقول له اسم الفندق اللي هو كان فيه وإنها واقفة قدامه دلوقتي. وأول ما بيلف بيلاقي تشان واقفة بتتكلم في التليفون وبيعرف إنها مراته، ومع إنهم ما كانوش بيبطلوا مشاكسة في بعض إلا إنه بيتبسط جدا لما بيعرف إنها هي، وفي النهاية بيشيلها وبياخدها لبيتهم. وتاني يوم لما هي بتصحى من نومها وبتلاقيه نايم جنبها من صدمتها بتصرخ بعلو صوتها، وفي الاخر بتقول لنفسها انها اكيد بعد ما شربت قربت منه وهببت الدنيا، فبتقعد تعتذر له علشان يسامحها بسبب خوفها من انه يطردها. وقبل ما يرد عليها بتجيلها لحظة ادراك بانها في بيت جوزها مش في بيتها اللي نقلت فيه، فبتعرف ان هو شخصيا يبقى جوزها. ولما بتلاقيه مصمم انهم يروحوا يسجلوا جوازهم النهارده بتتهرب منه بحجة انها تعبانة، واول ما بتلاقيه هيتهور وهيقرب منها بتفلسع منه بحجة انه مساعده بيرن عليه فيروح يشوف شغله الاول لان اكيد في حاجه مهمه. واول ما بيمشي بتتصل بمينج اختها وبتقول لها انه غني علشان تغير رايها وتوافق تسجل جوازها منه بدلها، لكن مينج بتفتكر انها بتقول اي كلام وخلاص علشان تدبسها في الجوازه وعلشان كده بترفض. وفي نفس الوقت ده بيكون عندها انترفيو في شركه سونج، واول ما بتشوفه وبتعرف انه ساري بتحط عيونها عليه، وفي المقابله بتحاول تغريه بجمالها، لكن في النهايه بتجيب التهزيء لنفسها وبيخلي مساعد يطردها. وبالليل بتقرر تشان انها تهرب قبل ما يرجع ولكن بتتقفش، وبنظره كلها مكر بيقول لها تنسى انها تعرف تهرب منه خالص. ولما بتقول له ايه اللي عاجبه فيها مخليه متمسك بيها قوي كده بيقول لها انها انقذت حياته من 10 سنين ومن وقتها حلف لا يتجوزها، فبتستغرب ان مينج تكون عملت كده لان مش من صفاتها خالص انها تساعد الناس. وبتقول هتلاقيه في الاخر متلخبط بينها وبين حد تاني، وعلشان عايزه تحط حدود بينها وبينه لحد ما تشوف هتعمل ايه في علاقتهم دي بتتحجج له بانها محتاجه شويه وقت لحد ما تتعود على الاقل يعني على وجوده في حياتها، ولحد ما تتعود ممنوع انه يحضنها او يلمس ايديها حتى، وممنوع انه يتدخل في حياتها الخاصه. ومع انه ما بيكونش حابب ده ولكن ما بيكونش قدامه حل غير انه يوافق. وفي نهايه الاسبوع بياخدها يعرفها على جدته لانها مزهقاه من وقت ما رجع من السفر علشان تقابلها، وهنا بقى ما بيصدق بيفضل اليوم كله يحضن فيها بسبب ومن غير سبب، وكل ما تهزق وتفكروا بالاتفاق اللي بينهم بيتحجج لها بان ده تمثيل علشان الجده ما تشكش فيهم. وشويه ولوسي بنت صديقه العيله بتيجي ترخم على تشان لانها معجبه بسونج، وكمحاوله لانها تجذب انتباهه بتوقع نفسها وبتمثل ان تشان هي اللي وقعتها، لكن كل حاجه بتكون باينه اصلا فمحدش بيهتم بحركاتها دي. وبتكون تشان ملاحظه اعجابها بسونج، فلما بتطلع معاه لاوضتهم بتقول له ان لو عنده مشاعر ليها هو كمان فهي مستعده تنفصل عنه ويروح يتجوزها، لكن بتتفاجئ بيه بيقرب منها وبيقول لها انها هي اللي معجب بيها. وفي الوقت ده بتتفاجئ بالجده داخله تقول له ان ابنه تعبان، فبتتصدم ومش بتكون فاهمه هو ايه اللي بيحصل، لكن مع ذلك بتقرر تروح تطمن على ابنه ده وتحاول تساعده. وفي الاخر بتتصدم ان الجده تقصد الكلب بتاعه، وبعد كل ده بيطلع ما فيهوش حاجه اصلا بس كان فتح كيس الاكل من وراهم واكل كله. وهنا بنكتشف ان تشان اللي ماشيه تعالج في الناس دكتوره بيطريه اصلا، ولكن ماشيه بمبدا ما فيش فرق بين حيوان وانسان وكلهم حيوانات في الاخر. ولما لوسي بتعرف بتقعد تلقح عليها بانها مش مناسبه لسونج، لكن في الاخر بتجيب التهزيء لنفسها من سونج شخصيا اللي بيقول لها زي ما بتحترم وتحترمها لانها مراته واللي يزعلها يزعله. وتاني يوم بياخد تشان معاه لمزاد، وهناك بيقول لها اي حاجه تعجبها تهمس له بس وهو هيشتريها لها وما تهتمش بالاسعار. ولما بيلاحظ ان في سلسله عجباها ولوسي اللي بتكون هي كمان موجوده هتنافسها عليها بيقوم يعرض مبلغ كبير جدا وحرفيا بيشتري لها كل اللي موجود في المزاد، وبيخلي لوسي قاعده تشيط. وبتنتشر صوره هو وتشان وهما في المزاد، وبتعرف مينج ان هو الشخص اللي كان المفروض تتجوزه فمن قهرتها بتكون هتموت. وفي النهايه بتقول انها تتمم جوازتها منه طالما هو وتشان لسه ما وثقوش جوازهم بشكل قانوني. وفي نفس الثانيه بتتصل بتشان وبتطلب منها تجي لها البيت حالا، ولما بتروح لها بتقف ترخم عليها
وبتكون عايزاها تقول له انها انتحلت شخصيتها واتجوزته من غير ما هي تعرف، ولما بترفض وبتقول لها انها عرضت عليها بدل المره 2 و3 يقولوا له الحقيقه ولكنها رفضت بتضربها بالقلم، وبتكون معتقده انها تسكت وتعدي كالعاده، ولكن بتتفاجئ بيها بترد لها القلم قلمين. وهنا والدتهم بتزعق لهم هما الاثنين وبتحاول تغري تشان بالفلوس علشان توافق على اللي مينج قالته، ولما بتلاقيها رافضه برضه بتقول لها ان سونج لو عرف الحقيقه هينتقم منها وهيطلقها، فالافضل توافق على عرضها بدل ما في الاخر لا تطول حاجه منها ولا منه، ومش هتلاقي كمان تاكل حيوانات الشارع اللي صارفه فلوسها عليهم. ومن هنا بقى بتبدا تخاف، ولما بترجع البيت وبتلاقي سونج جاي يهتم بيها كالعاده بتستغل الفرصه علشان تتناقش معاه وتشوف ايه هيكون رد فعله لو عرف الحقيقه. والاول بتبدا تساله لو عرف ان في حد بيكذب عليه هيتصرف ازاي، وهل هو بيحبها لانها هي ولا بيحبها لمجرد انها انقذته بس. ولما بيقول لها ان اكتر حاجه بيكرهها الكذب وان دي الحاجه الوحيده اللي مش بيسامح فيها، بتقول في سرها كده خلاص رحت في 60 داهيه. واول ما بيكمل كلامه وبيقول انه حبها علشان انقذته بتتقمص وبتسيبه وبتدخل اوضتها، لان معنى كلامه ده انه لو عرف ان مش هي اللي انقذته هتبقى مش فارقاله خالص. وفي النهايه بتتصل بمينج وبتقول لها انها موافقه على عرض امهم، وعلشان لا مينج ولا امها سالكين بيخططوا مع بعض يعملوا لها فضيحه فيما بعد قدام سونج، ويوصلوا له انها افترت عليهم وهددتهم علشان يسكتوا بخصوص تزييف جوازها منه. وتاني يوم مينج بتقول انها لازم تصلح علاقتها بيه الاول، وتاني يوم بتروح الشركه تعتذر له عن اللي حصل اخر مره، وبتكون عايزه تدبسه في انه يقضي ليله معاها علشان ما يكونش قدامه فرصه انه يرفضها بعد كده. وعلشان كده بتقوم حاطاله مخدر في الميه وبتقرر تستنى بره لحد ما مفعوله يشتغل، وبتمثل انها تساعده يروح وبتاخده معاها للفندق، ولكن في النهايه الخطه بتفشل وهي اللي بتتخدر وبتغلط مع شخص ما تعرفوش، وده لان سونج كان اخد باله هي بتحط المخدر، وعلشان كده خلى المساعد بتاعه يبدل الكاسات مع بعض. وبالليل لما هو بيرجع البيت وبيتكلم مع تشان عن ان في واحده حاولت تغريه يمكن تغير عليه او تحسسه انه مهم او اي حاجه، ولكنها ما بتردش عليه. واول ما بيفتح لها حوار توثيق الجواز بتتهرب منه بحجه انها سايبه الاكل على النار وزمانه اتحرق. وتاني يوم لما مينج بتصحى من نومها وبتعرف اللي حصل بتتصدم، وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان الشخص اللي قضت الليله معاه عارفها وبتخاف لا يفضحها، فبتروح بسرعه تحكي لامها عن اللي حصل. وعند سونج بنشوفه وهو قاعد بيشتكي لمساعده بانه لحد دلوقتي مش عارف يكسب حب تشان ليه، وبيقول انه اتجوزها فجاه من غير ما تكون تعرفه قبل كده، والبنات اللي في سنها بيحبوا يعيشوا قصص الحب والمفاجآت، فممكن يعمل لها حفله بسيطه كده يعترف لها فيها بحبه ويعرض عليها يتجوزوا من اول وجديد كتعويض عن فرحهم اللي تم بسرعه ومن غير اي ترتيبات. والفكره بتعجب سونج قوي فبينفذها تاني يوم، وهنا تشان بتكون هتصارحه بالحقيقه، بس مينج وامها بيدخلوا يقولوا له انها واحده كدابه وما تستاهلش تكون معاه. وفي البدايه ما بيهتمش بكلامهم وبيكون هيطردهم، وده لانه ما يعرفش لسه انهم قرايب تشان. فبتقوم امها مطلعه له الهويه بتاعتها وبتقول له ان اللي كان المفروض يتجوزها تبقى مينج، لكن من غير تشان منها سفرتهم على بره واتجوزته هي. وعلشان تشان ما تدافعش عن نفسها بتوريها من غير ما هو ياخد باله صوره لاتنين بلطجيه موجودين في الملجأ بتاعها، وبتلمح لها بانها تخلص على الحيوانات بتوعها. فمن خوفها عليهم لما سونج بيسالها لو فعلا عملت اللي امها قالت عليه وانها هددتهم واتجوزته علشان فلوسه، وساعتها بقى بتاكد كلامه. فمن صدمته بيسيب المكان وبيمشي من غير ولا كلمه. ولما امها ومينج بيروحوا وراه علشان يسالوه ناوي يعمل ايه، بيفتكر الحادثه اللي اتعرض لها من 10 سنين واللي كان بسببها يموت لولا ان مينج خرجته من العربيه وفادته بنفسها لما واحد من اعدائه حاول يخلص عليه. فبيقول لها انه لازم يرد لها الجميل وبيوعدها انه هيتجوزها، لكن لما بتستعجله بتقول له يروحوا يسجلوا جوازهم النهارده بيتوتر، وبيقول لها ان مفيش داعي يعني يستعجلوا. وبنعرف ان من 10 سنين هي اصلا كانت مسافره بره، فهو متلخبط بينها وبين حد تاني. ولما هو بيمشي على شغله وتشان بترجع البيت بتستغل هي الفرصه وبتطردها بعد ما بتقول لها تنسى ان يكون ليها فرصه معاه لان هي الوحيده اللي بيحبها. وبتعدي الايام وبترجع تشان تعتمد على نفسها وبتدور على شغل تاني علشان تقدر توفر احتياجات الملجأ هي وهيون صديقها. اما سونج فبيكون عايش على ذكرياتهم سوا وبيكون واضح قوي انه حبها هي ولكن بيكابر. وفي الوقت الحالي مينج اللي بتكون عايشه معاه في نفس البيت بتروح له مكتبه وهي واخده له عصير وبتفضل واقفه على دماغه علشان يشربه، ولكنه بيكون فاهم انها حاطه فيه مخدر، فبيقول لها يا ريت تبطل الحركات دي بقى. ولما بيلاقيها حاطه عيونها على العقد اللي كان اشتراه لتشان بيقول لها تنسى انها تاخده، ولو عجبها بقى ممكن تروح تشتري واحد لنفسها. وتاني يوم بياخدها معاه لحفله تبع الشغل وبتكون تشان شغاله هناك، فبتصعب عليه ولكن بيكابر برضه وبيمثل انها ولا فرقاله خالص. وشويه كده ومينج ولوسي بيروحوا يرخموا عليها وبيفضلوا يلقحوا عليها بالكلام، ومع ذلك بتكتم جواها وبتقرر ما تردش علشان اليوم يعدي على خير وما تطردش، ولكنهم ما بيقفوش عند التلقيح بالكلام بس. ولوسي بتاخدها الجرأة لانها تضربها بالقلم وبتزقها وبتوقعها على الارض، وبيشوف سونج طبعا كل ده فمن خوفه عليها بيساعدها تقوم وبيهزق لها مينج ولوسي. ولما بيرجع البيت ومينج بتحاول تقرب منه
فبيهزقها مرة تانية، وفي الوقت ده بيلاحظ ان مفيش جرح على كتفها فبيستغرب جدا لان المفروض انها فدته بنفسها من 10 سنين واتصابت، وطبعا هي ما بتغلبش وبتقول له انها عملت عملية تجميل. وتاني يوم في الشركة بيتفاجئ برجل اعمال في نفس مجاله جاي يتكلم معاه وبيقول انه سمع ان الدكتورة بتاعته ذكية جدا وبيقعد يتحايل عليه يخليها تعالج بنته التعبانة لان الدكاترة مش عارفين مالها، وفي المقابل هيديله 50% من اسهم شركته فبيوافق، ولكن هو وافق علشان يساعد البنت مش علشان الاسهم، ولان تشان سابت الشغل خلاص فهو مش بيقدر يتصل وبيطلب منها حاجة زي كده، فبيقول لمينج تساعد البنت، وده لانها لما انقذته زمان كانت قالت له انها دارسة الطب الصيني وتلميذة عند معالج مشهور جدا، ولان مش هي اللي انقذته وما تعرفش في الطب اي حاجة بتلجأ لتشان علشان تروح هي مكانها، وفي المقابل هتدفع لها المبلغ اللي هي عايزاه، وده لانها عارفة انها محتاجة الفلوس للملجأ. وزي ما توقعت تشان بتوافق وبتروح مع سونج تاني يوم وهي لابسة كمامة ومغيرة نبرة صوتها علشان ما يتعرفش عليها، وفي النهاية بتكون هتتقفش ولكن بتلحق نفسها على اخر لحظة وبتستخبى، وهنا مينج بتيجي تاخد مكانها، وده لانها بتكون كشفت على البنت خلاص وكتبت لها الادوية. ولما مينج بتعرف ان سونج خارج بالليل مع اصحابه بتصمم على انها تروح معاه، وبتكون تشان شغالة بدوام جزئي في الفندق اللي هم قاعدين فيه، فاول ما بتشوفها بتقعد تلقح عليها بالكلام وبتقول لها ما تزعلش علشان هي بتهزر معاها، ولكن تشان بتكون فاهماها كويس قوي فبتلقح عليها هي كمان وبترد لها الكلمة ب10 كلمات، فهنا علشان تنتقم منها لانها خلت شكلها وحش قدام سونج واصحابه فبتأجر واحد يعتدي عليها، ولكن من حسن الحظ ان سونج بيلحقها على اخر لحظة، وفي الوقت ده بيلاحظ ان في جرح في كتفها، واللحظة كده بيحس ان هي اللي انقذته مش مينج، وبيشك اكتر لما بيسألها اتصابت ازاي، فبتقول له انها اتصابت وهي بتنقذ حد ولكن مش فاكرة التفاصيل كويس، وبيكون هيحكي لها عن الحادثة اللي اتعرض لها وهيسألها لو كانت اتصابت في اليوم ده ولا لا، ولكنها مش بتديله فرصة وبتسيبه وبتمشي. وفي البيت مينج بتتصل تشتكي لامها بان كل محاولاتها في انها تقرب منه بتفشل، وانه طول الوقت حرفيا بيبعد عنها، فبتقول لها ما تقلقش من اي حاجة وانها واثقة انه هيلف وهيتجوزها هي في الاخر. وهنا مينج بتقرر انها تروح تعمل شوبينج، وبتتقابل صدفة مع الشخص اللي كانت قضت معاه الليلة اياها، واول ما بيشوفها بيقول لها يا تطلع معاه الفندق حالا يا اما بقى هيقول لسونج بكل حاجة، وده لانه كان اخد احتياطاته واخد لها كام صورة كده معاه وهي نايمة، فبسبب خوفها من ان سونج ينفصل عنها لو عرف بتوافق تروح معاه. وفي النهاية سونج بيطلع كان معين شخص يراقبها علشان مش واثق فيها، فبيعرف اللي فيها وبيكون سايق في الوقت ده، ومن صدمته للاسف بيعمل حادثة، ومن حسن الحظ تشان بتكون معدية من المكان صدفة وبتشوفه فبتخرجه بسرعة وبتطمنه بانه هيبقى كويس، وبتعرفه انها دارسة الطب الصيني وبتديله وردة مصنوعة من الورق علشان تخفف عنه لحد ما الاسعاف توصل، والوردة دي البنت اللي كانت انقذته من 10 سنين كانت ادت له زيها بالظبط، فبيعرف انها هي، ولكن في نفس اللحظة بيفقد وعيه. وتاني يوم لما بيفوق بيتأكد ان هي اللي انقذته فعلا، وان مينج في الوقت ده كانت مسافرة اصلا، وبتكون تشان وقتها في الأوضة اللي جنبه لان دراعها اتلوى وهي بتخرجه من العربية امبارح، فبيروح يطمن عليها وبيحاول يعرف السبب اللي اتجوزته علشانه، ولكنها بترفض تقول اي حاجة وبتطرده بره علشان شايفة ان عمره ما هيحبها لانها ما تعرفش ان هو نفسه الشخص اللي انقذته. وتاني يوم هو بيعرف الحقيقة كلها من المساعد بتاعه، وبيعرف ان اهلها اجبروها على الجواز منه وهي وافقت علشان كانت محتاجة فلوس لملجأ الحيوانات، فبيروح لها الملجأ اللي بيكون هو نفسه المكان اللي عايشة فيه، ولما بيعرف ان هيون عايش هناك هو كمان نار الغيرة بتشتغل عنده، وبيكون عايز يأجر لها شقة تقعد فيها ويستثمر في الملجأ، ولكن بشرط انها ترجع تشتغل دكتورته الشخصية، ولكن بترفض وده لانها عايزة تبعد عنه خالص علشان تتخطى مشاعرها ناحيته لانها حبته. وبعد كام يوم وهو في الشركة مينج بتروح له وهي واخده له اكل، وبنعرف انه لسه ما واجههاش بانه عارف حقيقتها علشان عايز يلاقي ادلة على كلامه، وفي نفس الوقت ده تشان بتيجي علشان تعرفه انها موافقة على العرض بتاعه، ولما بتشوفهم سوا بتغير ولكن بتعمل ولا فارق لها اي حاجة. ولما مينج بترجع البيت بتتفاجئ بدونج الشاب اللي بيهددها موجود هناك، ولما بتسأله بيعمل ايه هنا بيقول لها انها كده كده عايزة تكون مع سونج علشان فلوسه، فطالما هو مش معبرها بقى يبقى لازم تساعده يستولي على ممتلكاته وهيتجوزها، وبكده هتبقى زوجة لشخص ثري زي ما بتحلم، وبيتفق معاها تسرق منه وثائق تخص الشغل، وده لان هما الاتنين بينافسوا بعض، وبعد ما بتسرقها له بيسرق منه صفقات الشغل اللي كان هيدخلها الفترة الجاية، وبيتسبب في ان اسهم الشركة سعرها ينزل خالص، والموظفين بيستقيلوا علشان فاكرين ان الشركة خلاص هتفلس، بما فيهم مساعد سونج بيستقيل هو كمان وبيروح يشتغل مع دونج، لكن في النهاية بيطلع فخ لدونج، وبيكون سونج متفق هو والمساعد علشان يلاقوا أدلة ضده، وفي النهاية بيتسجن هو ومينج، وبيعرف سونج ان هي اللي انقذته ولكنه حبها من قبل ما يعرف كل ده، وساعتها بيفاجئها وبيعرض عليها الجواز من اول وجديد، وهي طبعا بتوافق وهي مبسوطة. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهاردة، استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.